السلام عليكم. أهلا وسهلا بيكم في سلسلة حلقات اسأل مع فريد. سؤال النهاردة من عميل باعت رسالة بيقول: بنتي عاوزة تشتري عصارة فواكه وأنا والدها وبقول لها بلاش. هل فعلا العصارة دي مهمة؟ عصارة الفواكه الوظيفة الأساسية بتاعتها إن هي بتحول الفواكه والخضروات الصلبة إلى عصائر، زي التفاح والكمثرى والجزر والخيار. واللي بيستفيد من العصائر دي إما عميل بيتبع نظام غذائي معين، أو بعض الأطفال اللي ما بياكلوش خضروات ولا بياكلوا فواكه وبنضطر نعملها لهم عصائر علشان يستفيدوا من الفيتامينز اللي جواها، أو بعض العملاء اللي بيحبوا طعم العصائر الفريش وبالنسبة لهم بيكون لها طعم مميز. عصارة الفواكه مهمة داخل المنزل، لكن زي ما احنا متعودين بنقول المميزات وبنقول العيوب. وعيب عصارة الفواكه إن هي بتستهلك كمية كبيرة من الفواكه والخضروات علشان تطلع عصير. على سبيل المثال، أنا وزوجتي جينا في يوم علشان نعمل عصير تفاح. جبنا 3 تفاحات قطعناهم جزئين، وجبنا العصارة وبدأنا نحط التفاح جوه العصارة وبدأت تنزل عصير لكن بسيط. جبنا تفاح مرة تانية علشان نكمل الكوبايتين، وخلصنا تقريبا كيلو تفاح كامل علشان نطلع كوبايتين عصير. ومع اننا شربنا العصير لكن زعلنا وقتها على كيلو التفاح. عصارة الفواكه مهمة، لكن بتستهلك كمية كبيرة من الفواكه والخضروات اللي هتتعصر. نتمنى نكون ضفنا لكم معلومة جديدة. السلام عليكم.